إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. أول يوم مدرسة اصحى قوم. أول يوم مش مدرسة. عايز اروح المدرسة، عايز انام. مش أنت يا بابا، أنا. طيب. اصحى. صحيت في ايه؟ معاك طيب صحيت، هنروح المدرسة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. سنة دراسية جديدة وسعيدة علينا جميعا يا رب، ويجعلها بالتفوق كده والنجاح دايما، ويحقق لنا مرادنا مع أولادنا يا رب كده، ويرد تعبنا معاهم على خير وأحسن حال يا رب. فيديو النهاردة كده أول يوم روتين، أول يوم مدرسة، وطبعا يعني مد معانا لتاني يوم. هنشوف مع بعض بقى ايه السبب والدنيا مشيت معايا ازاي. دي اول حاجه كده ابتديت بيها، هي طبعا مشتريات كنت يا دوبك لسه جايباها قبليها بيوم فملحقتش. طبعا احنا منزلناش اول اسبوع اللي نزلت فيه المدارس، نزلنا على يعني يعتبر نزلنا تاني اسبوع، لان بنوتي في سنه 5 فخلاص بقى، يعني اللي هو كان نزلنا يوم الاربع، مفروض ننزل يوم الاربع منزلناش، نزلنا يوم والخميس كان اجازه طبعا عشان 6 اكتوبر، كل سنه وانتم طيبين. نزلنا يوم الحد، فده روتين يعتبر يوم الحد كده ومكمل معانا لتاني يوم كمان. قبل ما نبدأ في الفيديو يعني ما تنسينيش بقى لايك حلو منك كده، بالله عليكي ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة، واتمنى منك تعليق كده عرفيني بقى الفيديو عجبك ولا لا، وكمان اذكري ربنا في التعليقات. بصوا بقى، اول حاجة هي طبعا اللانش بوكس دي، البينك ده بتاعت بنتي، والزرقاء دي بتاعت ابني، فهو حب اللون دوت قوي فشبط فيها، فقلت مش مشكله يعني، بتاعت السنه اللي فاتت، وبصراحه مش عمليه خالص يعني، الخامه بتاعتها طلعت مش احسن حاجه، فقلت مش مشكله. التيشيرت برضو زي ما قلت لكم، انا كنت جبت الحاجات الاساسيات اللي انا محتاجاها، جبت له الكوتشي دوت كان تقريبا عامل 100 جنيه، فشكله حلو ولقيت خامته جميله، فقلت مش مشكله ممكن يقضي بيها يومين الحضانه. بحيث ان هو عايز حاجة سهلة وسريعة، ويعني ما يبقاش رباط بقى، وحتى اللزق برضو مش عايزه، فقلت ده سهل وسريع كده وايه وينجز معايا. كمان ازاز المية زي ما شفتوا معايا، هي كلها اللي هي فيها الشاليمو دي عشان تبقى سهلة عليه، ما يفتحش ويقفل في الازازة بقى ويغير شنطته والحاجات دي. انا بالعاده في ازايز الميه بحب ان هي الازازه اللي بتبقى فيها شاليمو، عشان الطفل ما يحتاجش ان هو يفتح ويقفل في الازازه بقى ويغير الشنطه والحاجات اللي كلنا عارفينها دي. كده خلاص كنت بجهز لها بقى الطقم بتاعها، الحمد لله الكوتش نضيفه زي الفل. كمان طبعا الحلقان، طقم الحلقان، كل يوم كده نغير حلق. والتواج بقى والكريم والبادي سبلاش، اللي هي ما شاء الله عليه، حاساها ضرتي في البيت يعني، كل حاجه هي مستخدماها، مش سايبه لي حاجه. طبعا ليه كريم مرطب، لان هي بتبقى نازله الصبح طبعا وغاسله وشها، ف شويه بتحس ان وشها في قشره او كده، فبحط لها حاجات بسيطه. المسطره دي مكتوب عليها اسمها، شكلها لذيذ قوي، واحده يعني ربنا يبارك لها بتعملهم، وبالاسم بيبقى حفر كده، فبتبقى شكلها لذيذ. هنا بقى الحمد لله كنا يعني اتوضى الولاد وقلنا نصلي، فحبيت ان انا ابني اشجعه كده ان هو يبقى الامام بتاعنا بقى، هو اي نعم صغير لسه 5 سنين، بس حبيت ان انا اشجعه، لا انت اقف قدام بقى عشان انت راجل، واحنا بقى الستات هنقف وراك، لان ده السنه، او اللي هو المفروض يتعمل يعني. بس احنا صلينا عادي يعني الصلاه العاديه بتاعتنا، بس خلينا هو في المقدمه. تمام بس كده يعني، حبيت ان انا اشجعه على الصلاه، وفي نفس الوقت ان هو يحس ان هو كبير كده زي بابا بيصلي بينا وكده. دخلت كده اعمل لهم السندوتشات، طبعا جبنه رومي ولانشون، الحاجه الاساسيه بتاعه المدارس، وبالذات اول يوم بقى يعني اللي هو الفطار الرسمي. انا بحب احط لهم قوي اللي هو الجبنه الفيتا، وعليها الجبنه الرومي بقى، يا سلام بقى كمان ما يبقى اللانشون، بيبقى سندوتش قنبله بالنسبه لي، رهيب. الثلاث ميكسات دي، اللانشون مع الجبنه الرومي مع الفيتا، تحفه بجد، بحبها قوي. فبس هنا هم مش حابين اللانشون عليها، فحطيت بقى يعني جبنه فيتا مع لانشون، ومره جبنه فيتا مع جبنه رومي، حتى بسيطه يعني، مش بكتر قوي من الفيتا.
دي كده عملت لهم حمرت لهم شويه بطاطس. دي شوكولاته كانت جايه من ايطاليا، يعني شوكولاته ايطاليه كده. جوزي في الشغل اصحابه جابوها له وحبيت ان انا اوريها لكم. طعمها على فكره ما يفرقش كتير عن الكابري. بس جميله بصراحه، يعني كلها بندق بقى وحاجات جميله كده ما شاء الله، تحفه قوي. بس كون ان هي بقى جايه من ايطاليا دي فرحه لوحدها، شوكولاته ايطاليه. تمام. كمان قلت يعني اعمل لهم سناكس كده، عملت لهم شويه فشار بقى وروقت عليهم كده. اسفه قوي اللي هنا الاضاءه عليت شويه، بس هي من الفيديو مش مني، فما عرفتش اظبطها يعني. بس المهم يعني ان عملت لهم بقى مع الشوكولاته وشويه بطاطس وفشار بقى كده، حاجه سناكس ياكلوها باقي اليوم يعني يتسلوا فيها. العلبة بتاعت البنك دي هي فيها اساسا المعلقة والشوكة بتاعتها، مش عارفة ليه يعني. انا مش اكيد مش هوديها بمكرونات بقى وملوخية والحاجات العجيبة اللي بنشوفها على اليوتيوب دي. بس انا سبتها لها، حبيت ان انا اسيبها لها زي ما هي كده. ازاز المية طبعا الازازة الحمراء دي بتاعت ابني، فهو حب اللون الاحمر، والبنك دي بتاعت بنوتي، فكل واحد بقى ازازته، فسبتها لهم زي كده. بس كده. وكنت نزلتها بقى وديتها المدرسة وخلاص، ورجعت خدت ابني على الحضانة، وده كان اللبس بتاعه وحب يوريهولكوا قوي. بس يعني كان شكله حلو كمان. الكوتشي كان عملي جدا، ان هو سهل وسريع معاه ويلبسه من غير ايه، من غير مجهود. خلاص كده بقى كانوا راحوا المدرسة، واللي راح الحضانة، ووزعت التوزيعة المحترمة بتاعة الصبح دي اللي بنوزع فيها الولاد. انا وراجعة لقيت واحد بيبيع كرنب، فجبت لي واحدة. هي تقريبا كانت عاملة 15 جنيه، بس للأسف يعني اتخدعت فيها، اتضحك عليا. الكرنباية كانت تقريبا مش يعني حجم على الفاضي، مليانة كده ورق وبتاع، وما ما فيهاش فاضية. المهم جبت لي بقى فلفل وطماطم وكده، ولان اليوم دوت كان مليان معايا وكان فيه دروس بقى وما بين المدرسه والحضانه وروحانه جايين، فاليوم كملته ان انا جبت اكل من بره، ما قدرتش اعمل اي حاجه. فركنت كل حاجه، كل اللي جبته كده ركنته مكانه، ما قدرتش اعمل اي حاجه. جيت تاني يوم، طبعا مشينا اليوم، جبنا اكل من بره باقي اليوم. وتاني يوم ابتديت بقى اشتغل فيها، اللي هنا ابني كان يعني جه من الحضانه، فابتديت اشتغل في الكرنب والحاجات دي، زي ما بوريها لكم. كنتش طبعا شلت اي حاجه من مكانها، فابتديت اللي هو واحده واحده اعمل حاجه حاجه. الكرنبايه زي ما قلت لكم هي كبيره على الفاضي وفيها ورق كتير اخضر. كمان كنت جايبه الخضره بتاعه المحشي الملوخيه طبعا على طول خفت بقى ان هم ينشفوا من الهوا، فرحت على طول انا وواقفه، رحت حطيتهم لفيتهم في الفوطه وحطيتهم في درج التلاجة. ما شاء الله، زي يعني كاني لسه جايباهم، ما حصلش فيهم اي حاجه. فدي فكرة حلوة لو انتي حابة ان انتي تجيبي خضرة وتسيبيها في التلاجة مثلا كام يوم معاكي، تستخدميهم في اي حاجة بقى. ساعات كتير بنحتاجهم وبيبقى مش موجود، مش متواجد عندك، فلا دي فكرة حلوة ان انتي تلفيها في فوطة، مش هتعرق ومش هتنشف منك. كمان كده بقى زي ما انتوا شايفين الكرنبايه ما شاء الله، يعني اغلبيتها طلع ورق اخضر. بس لله الحمد انا ما برميش اي ورق، لان الورق الاخضر ده بالذات انا بعمله فرشه تحت اي بقى المحشيات كلها. حتى لو النار عالية او حاجة بيخلي الورق هو اللي يتشعط او بيتحرق لو النار عالية. بس المحاشي ما بيحصلهاش اي حاجة، فتقدري بقى ان انتي تحطي بقى براحتك ورق يعني طبقة او طبقتين من الورق الاخضر. والورق الاخضر النضيف الحلو اللي لقيته كويس استخدمته هو، والورق الابيض فيعني بصراحة ما جابتش كتير قوي. بس قلت مش مشكلة، يعني هي مرة بقى ما جراش حاجة. كده كنت سبت المية بتغلي عشان اسلقها، ودخلت بقى على اوضة الولاد، قلت اروقها طبعا بعد ما مشي. وكانت بقى يعني دربكة بقى بتاعة اللبس الصبح وكده، فروقتها حاجات بسيطة. وطبعا كنت من قبلها بيوم مروقة الشقة كلها، كنساها ومسحاها وكل حاجة. فمجرد كلها حاجات بسيطة، بس تسوية الملايات والحاجات الخفيفة دي. طبعا الجو لسه شوية، فما طلعتش البطاطين، لسه هطلعها لقدام شوية. فيا دوبك الكوفرتات الحاجات الخفيفة دي لحد ما يبتدي الجو كده يتعدل ونعرف راسه من رجليه برد ولا حر.
دخلت كده وقلت ارتب لها الاقلام والحاجات اللي جبناها دي، مشتريات انا بحب اجيبها اول السنه، اللي هي الباكت الاقلام رصاص، باكت اقلام جاف، طبعا بتنفعنا طول السنه. القلم ضاع، القلم الرصاص معرفش اتكسر، الحاجات دي لا بجيبها واريح دماغي. الاقلام بقى الجاف نوع حاروتو زي ما وريتكم كده، هي جميله جدا وخطها حلو ورفيع كده وخطها جميل يعني، فيمكن تاني سنه اجيبها. كمان البرايه دي شكل بطوط، ماما كانت جابتها لها حلوه قوي وعجبتها. بقى الجلادات الشكل السبونج بوب والحاجات دي، يعني حبيت ان انا افرحها بيها بدل الجلادات الساده. بس كده قلت اظبط لها الترابيزه بتاعتها عشان تيجي تذاكر، وفي نفس الوقت اجلد لها الكراسات بتاعه المدرسه، لان طبعا كنت جبتها من المدرسه وعرفنا بقى انا المفروض ايه الكراسات اللي محتاجاها وهتجلد ايه. فانا عملتها لها في البيت لحد ما تخلص الدرس بتاعها، يعني قلت ايه انجز الوقت انا وشغاله كده. بس كمان الاقلام الالوان دي هي المفروض جابتها بقى، بس خدتها معاها ما سابتليش غير الكرتونه. عملت لها كده الكراسات كلها وخلاص. يعني ما عملتش حاجه تاني معاها، هي بعد كده هتكمل بقى مع نفسها. بس كده كانت الميه غلت بتاعه سلق الكرنب، وهسيب ده كله بقى من ايدي وهروح اكمله. كده خلصت اوضه الولاد وروقتها، وكمان ظبطت لها الكراسات بتاعتها عشان تيجي تلاقي الدنيا رايقه وما معهاش حاجه غير ان هي تذاكر. زي ما قلت لكم كنت سالقه بقى، حاطه الميه بتغلي عشان اسلق الكرنب، وعملت بصله كده ضربتها على السريع في الكبه، وحطيت معلقه سمنه مع البصل. بس القطعه السمراء اللي في البصل دي اسمها ايه، مرتة بس اتحرقت شويه فطلعتها بعد كده. المهم حطيت الطماطم بقى، وبعد كده جهزت الخضره وجهزت كله، طبعا كله سريع سريع عايزه انجز الوقت. فعملت كده الخلطه دي كلها وفرشت الفرشه الحلوه دي، والورق طبعا قطعته، هقعد اقطعه بقى الورق بتاعها. خدت الرصه الحلوه دي وقعدت بقى في الارض كده وفرشته، وابتديت ارص واحده واحده وخلصت الحمد لله. كده كنت رصيت اسمه ايه الكرنب. زي ما قلت لكم هي ما جابتش ورق كتير، فيعني الحمد لله على كده. ده كده الفلفل، عملتهم كده الحمد لله الاتنين خلصتهم وحطيتهم على النار. طبعا الشوربه كانت بتغلي. زي ما قلت لكم الورق انا مش برميه، بدل ما بتحطي طبق على الوش الكرنب بحط الورق الاخضر ده، ففي نفس الوقت بيدي كله من طعم بعضه وبيكتمه كده فيتشرب، وفي نفس الوقت ايه ما استخدمتيش حاجه ممكن تتكسر، انا بخاف من الاطباق ان هي تتكسر. كده كمان الفلفل استوى الحمد لله، والاكل كله استوى بقى زي الفل. حمرت لهم بقى الفراخ وظبطت الاكل وعملت لهم لسان عصفور والملوخيه، وخلصت الاكله بتاعتي كلها على بعض واتغدينا وقعدنا بعد كده بقى ذاكرنا الحمد لله، واليوم قضى على خير. بس كده ده كان روتين اول ويعتبر تاني يوم مدرسة. الحمد لله ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب جميعا، وبالنجاح والتفوق دايما. اتمنى منك بقى يا قمر قبل ما تطلعي من الفيديو تعملي لي لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيديو عن الشعر، وصفات طبيعيه من البيت ومن المطبخ عندك، دي اهم حاجه. كمان ايه بقى الحلو وايه الوحش في الوصفه هقولك عليه بكل صراحه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تستفدتوا منه وتشجعتوا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.